لان انا استفزيت جدا من المداخله دي، ما اعرفش ازاي بهجت بيجيب صبر. انا لو منك كنت مسحتك كرامتها على الارض مع احترامي. لا احترم نفسك بدل ما انا لمسح بكرامتك الارض. كس امك احلى ما في خلقك. لا الاختها جيسي كس امك على كس ام السيسي يا شرموطه. اختك يا بنت اللبوه مش عارفه تخش مصر وانت عماله تقولي انا بايد السيسي، ايده ان هو ان اختك هتموت بره مش عارفه ترجع يا بنت الاحمر. استاذ بهجت. نعم يا استاذ. هي اختي طلعت تسلم على حضرتك. يا سلام يا سلام يا سلام يا جدعان. ميدو هي فين ده وحشانه بقالها والله زمان يا سلاحي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه؟ حتى ميدو جاي يسلم على الاستاذه ميدو. الاستاذه دي موزه ميدو خد بالك. بس انا سيساويه معاك. وماله يا فندم وما ملكت ايمانكم، ما ان شاء الله هنزل السيسي وناخدك لاحمد. انا مع السيسي والجيش والشعب. وماله ما هو احنا شعب، احنا الشعب. ما هو بص احنا في حرب. انا مع الشعب اللي مع السيسي. ما هو احنا ايوه، ما هو انتوا هتكونوا حلو لنا بس احنا عشان الاستاذه جيسي. كنت عايزه اسلم عليه برضه. تكرمي يا ست الناس، تكرمي يا فندم، تكرم. ما تلاقيش يعني هنقوم بالواجب يعني. لا يا شباب شوف هنقوم والله، هي مساله وقت مساله وقت 80 سنه كده ان شاء الله. لا وليه ما تكونش كلنا اتكلنا على الله. وممكن يكون 80 يوم محدش عارف. لو نظمنا نفسينا لا اقل من 80 يوم عندنا كل دواعي الثوره. سيبك من الناس اللي مرتاحين بقى في شغلهم، شغالين شغلانه مرتاحه، عايشين عيشه مرتاحه، دول مش في دماغهم. نعمل ثوره من امريكا ان شاء الله. نعملها من اي حته مش شرط. احنا مش قاعدين، انت بتكلميني وانت قاعده في البيت صح؟ وانا بكلمك وانا قاعد في بيتي، سامعين بعض بوضوح صح؟ جدا. ممكن تفتحي الكاميرا وانا افتح الكاميرا شايفين بعض بوضوح، مش شرط بقى اكون انا قاعد فين. هو احنا لو كنا عايشين في بلد محترمه كنت هكون قاعد في مصر، لكن البلد مش محترم، اللي بيتكلم بيتفشخ بيتنفخ. حتى انت جزء كبير قوي من رايك اللي انت واخداه انك تعلمي ان خرجتي عن النص ونشاز بس في جمله فشختي دون رحمه. لا والله لا خالص. لا والله مش خايفه، مش خوف والله. بس انا مع الاستقرار. اي استقرار يعني، اي استقرار اتبنى له 36 سجن مركزي. اي استقرار يعني استقرار الشعب السجن. الناس بتتفصل عشان رأيها السياسي. اي استقرار عشرات مئات الالوف تم القبض عليهم وزاد جيبهم وتدمير مستقبلهم. اي استقرار ثمنه بيع الجزر وارض الوطن بتتباع، تفريط في ميه النيل. اي استقرار يعني الناس عايشه عيشه ضنك خصوصا الناس الفقراء. اي استقرار الغاء الدعم معدوم الدخل، انا بسميه معدوم الدخل مش محدود الدخل. اي استقرار وكيل وزاره في تربيه وتعليم مرتبه 4000 جنيه بعد ما يطلع ميتين امه 30 سنه، ويطلع واد خوار ابن مره متنكب مزانيه فيه الدبوره ياخد 16000 جنيه اول ما يتخرج. ما هو هنا هو ده الخطوره بتاعتنا. ان احنا لا احنا عاملين الدون انك لكنا الى النار ومش عارف الايه لا احنا يعني بنجيب الواد السيساوي نفشخه ونسب امه وابوه والسيسي واللي جابوه وبيضحك وهو ده جمال. يلا نتحاور لا انا مع السيسي ومع الجيش ومع الشرطه، بس انا ما اقدرش احاول حضرتك طبعا، ولا حضرتك كلمتني في اي قضيه مش هقدر احاول. ما احنا ما بنتكلمش في قضايا، انا بكلمك في قضايا المحشيه. حتى كلميني في المطبخ. لا نتكلم في برضه ما بعرفش اطبخ. يعني حتى القضايا المحشيه. طب امال مين اللي بيعمل لك الاكل؟ مين اللي بيعمل لك الاكل؟ طباخ. تقولي مش طبعا طباخه يعني انت حياتك ميسره لدرجه انت معينه طباخه في البيت؟ حضرتك عايش في امريكا وحكيت حياتك ميسره برضه. لا انا ميسره ايه ده؟ انا قاعد بالاندروير عشان ما عنديش بنطلون بيجامه. ما عندكش بنطلون. جيسي انا عايز اعمل مداخله ممكن؟ اتفضل يا استاذ. ايه اختك عايشه في امريكا ولا عايشه في مصر؟ في مصر. وانت عايشه فين؟ لا ما بلاش بقى. لا ما انا مش قصدي. انت تقدري تخشي مصر عادي؟ حاليا لا. مش بقول لك. بصوا بقى يا جماعه، هم دول اسمعوني بهجت سمعا، هم دول مؤيدين السيسي. اختها مش عارفه ترجع البلد وهي بتقول لك انا عايزه افضل الوضع كما هو عليه. ليه؟ عشان يلا نفسي. كل مؤيد للسيسي يلا نفسي فقط. انا واحد من الناس اتحكم عليا ظلم واتسجنت ظلم ومش عارف ارجع بلدي، وبدخل من ورا الحكومه البلد وبخرج اخلص مصالحي فيها علشان خاطر انا مضطهد. انا عملت ايه؟ انا اذيت مين؟ انا شلت سلاح ضد مين؟ انا جرحت مين او قتلت مين؟ ضيعت مستقبل مين؟ ولا حد. انا مضطهد رأيي. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ هم دول مؤيدي السيسي. اختها بنت امها وابوها مش عارفه تدخل البلد، وهي انا مع، بتقول لك بالحرف انا ماليش في السياسه بس انا مع السيسي ومع الجيش ومع الشرطه. انما هي مش مع اختها ولا مع الشعب. هم دول. هو مين اللي بيتكلم ده؟ انا عايزه. هم دول مؤيدين السيسي يا جماعه. انا واحد سمعك. حضرتك مش بتاع فيديو كليب. انا واحد سمعك الكلام اللي قلتيه
وطلع عشان يقول اني اتحرق دمه. ايوه يا فندم. طيب انا عايز افهم. كالعاده ما عندهمش حاجه يقولوها غير مش انت بتاع السي بي اي دي، مش ناقص الا بتاع السي بي دي يتكلم بقالها سنه. طب تخيلي بقى يا استاذه الاغنيه مش عارفين يمسكوا عليا غير الاغنيه سي بي دي، غير الاغنيه اللي انا اديتها لهم يمسكوا عليا. طب صوره تتسرب لي، والله وائل كل ما اجي اقول لك عاوز اتفرج على الاغنيه دي انا عمري اتفرجت عليها، اقول يا ربي بغض النظر عن الاغنيه، بغض النظر عن شفتوا يا جماعه مؤيدين السيسي دول ايه؟ يعني مش قالت مثلا ايه انا مع السيسي والشرطه والجيش والشعب، لا 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 لا، اختها مش عارفه ترجع. انا بفرجته على مؤيدين السيسي لان انا استفزيت جدا من المداخله دي، ما اعرفش ازاي بهجت بيجيب صبر. انا لو منك كنت مسكتك كرامتها على الارض مع احترامي. لا احترم نفسك بدل ما انا لمسح بكرامتك الارض. كل امك احلى ما في خلقك. لا لا اختها جيسي، اختها تبقى جيسي. كل امك على كل ام السيسي يا شرموطه. اختك يا بنت اللبوه مش عارفه تخش مصر وانت عماله تقولي انا بايد السيسي، بايده ان هو ان اختك هتموت بره مش عارفه ترجع يا بنت الاحمر. الجزمه دي تحطيها في وسطك يا شرموطه يا احمر. يلا يا بنت الوسخه انزلي ارقصي في اللجان يا معرفه. انزلي ارقصي في اللجان يا بنت. استني يا شرموطه لما السيسي وانزلي ترقصي يا بنت الاحمر في اللجان. كل امك يا شرموطه على كل ام السي بي دي ده اللي بيجيك انت. والله انت جدع يا وائل، والله انت راجل، تسلم لسانك يا اخي. وحدوها يا جدعان. جيسي انت لسه عايشه؟ ايوه عايش. معلش يا جيسي. لا مفيش مشكله. وائل لما شتم ما شتمش امها، هو بيشتم الموقف بتاعها، الفكر بتاعها. خدوا بالكم يا جدعان، يعني احنا بنضطر بنشتم، ما بنشتمش بالاهل، لان لما واحد بيطلع السوي ابن مره وسخه يعني وبيقل ادبه بنقل ادبه عليه، ما بنشتمش امه. انا مش المقصد ان انا اشتم وهين امه. لا لا الاستاذ وائل ما ياخدش باله ان هم اخوات، وطبعا انفعال لا احنا بنتكلم بنقول لا هو واخد باله وفاهم، بس هو فاهم هو بيقول ايه. هو لا يعني ان هو يشتمها، هو بيشتم فكرها، الفكر بتاعها. ايوه انا لسه كنت هقول يا استاذ بهجت لو الاستاذ وائل تحياتي ليه ما قالش الكلمتين اللي قالهم انا كنت هطلع اقولهم يعني، فيعني ما مش هنختلف كتير. وانا ما رضيتش اعيد، منتظر رد فعل الناس هيكون عامل ازاي.